السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنخلل مع بعض أحلى زيتون عزازي. هنخلله بطريقة سهلة وبسيطة هيقعد معاكي من السنة للسنة أو من موسم للموسم. تمام حبايبي؟ خليكم معايا خطوة بخطوة. بسم الله. دلوقتي عندنا الزيتون بتاعنا العزازي زي ما انتم شايفين كده، ايه حكاية تحفة. عندنا الهريسة كنا عملناها مع بعض. عندنا كرفس، لو ما لقيتيش كرفس هاتي كزبره خضراء. عندنا جزر مبشور، قطعت كده ايه جزرتين. الفلفل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا يا دوبك بشيل القمع ايه اللي هنا، مش كله يعني، على الطرف كده. عندنا الليمون بتاعنا مسلوق يا دوبك ربع غلوه، وبسيبه في الميه بتاعته لحد الميه ما تبرد خالص. انا ما بشيلش الميه دي، ما برميهاش، انا بستخدمها. وخليكم معايا شوفوا الفيديو للاخر وهتشوفوا هنعمل ايه بالميه دي مهمه جدا جدا جدا. ميه الليمون دي اهم حاجه في تخليل الزيتون. خليكم معايا شوفوا الفيديو للاخر. هنسمي الله. هنحط الهريسه بتاعتنا، تمام، دي اول حاجه. وبعدين هننزل بالجزر المبشور بتاعنا، وبعدين هننزل بالكرفس. بسم الله. الكرفس بقى بيديله طعم وريحة خطير. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال، ما شاء الله، شكله ايه يتاكل ني زي ما بيقولوا. انتوا ملاحظين ان انا ما شقتش الزيتونة سليمة زي ما هي. تمام حبايبي؟ هتديكي النتيجة أحلى. يعني أنا كنت الأول بشق الزيتونة كده من الجنب شقة واحدة، كان بيطلع. أنا هوريكم في آخر الفيديو كده، هوريكم الزيتون اللي أنا كنت مخللاه معاكم السنة اللي فاتت، طالع حكاية تحفة تحفة تحفة. وادي الليمون بتاعنا مع الفلفل. هنبتدي بقى إيه، نحط الزيتون في البرطمانات بتاعتنا. حبايبي حطينا الليمون والزيتون والفلفل والحاجات الجميلة كلها، حطيناها في البرطمانات. دلوقتي هنعمل مع بعض المحلول اللي هنحطه على الزيتون بتاعنا. زي ما قلت لكم مية الليمون مش هنرميها، هنستخدمها، ودي مهمة جدا. دلوقتي هقول لكم هنعمل بيها ايه. دلوقتي حبايبي دي مية الليمون، مية سلق الليمون، تمام. احنا بقى مش هنعصر ليمون ونتعب ايدينا، ولا نهدر ليمون كتير ونرمي القشر بتاعه والكلام ده، لا. ميه سلق الليمون دي اللي هنخلل فيها، وهيطلع معانا احلى زيتون وليمون مخلل. تمام حبايبي؟ هننزل بنص كوبايه سكر او حوالي 5 معالق سكر. ده بيخلي الزيتونه مقرمشه كده وجميله، ما بتبقاش مهريه. تمام حبايبي؟ هننزل الملح. مش هقول لكم على مقادير ملح، لان احنا هنعمل مع بعض حاجه هقول لكم بيها تظبطوا الملح بتاع التخليل. هننزل بكيس ملح كده، ده كيس صغير. هقول لكم كام جرام. انا بصراحه ايه، هشوف الموضوع ده في الاخر. هنقلب بقى ايه الملح مع السكر. تمام حبايبي؟ هنحط نص كوبايه خل او اقل من النص شويه، تلت الكوبايه. مش هنكتر خل علشان الخل بيخلي الليمون والزيتون بيستووا بسرعة، ممكن يتهري مننا. احنا بنحط حاجة بسيطة لان احنا عاملين كمية طبعا، فاحنا حطينا تلت الكوباية خل. شوفي لي كده الكيس ده كام جرام.
كيس الملح اللي احنا حطيناه كان 300 جرام. تمام. هو الملح بتاعنا ايه؟ لا دلع قوي. انا دقته، يعني انا لسه برضو ما اختبرتهوش، انا دقته لقيته دلع، محتاج ملح تاني. هنحط كيس كمان لان انا عامله كميه، فكيس الملح كان قليل على الكميه اللي انا عاملاها. احلى زيتون مخلل هنعمله مع بعض. انتي مش هتشتري مخللات تاني بقى يقعد معاكي بقى ايه، تفتحي عليه في رمضان ان شاء الله. مش هتشتري مخللات من بره ابدا. نقف طوابير بقى علشان نجيب ايه، كيس، وما بيبقاش حلو برضو زي عمايل البيت، واحنا بنعمله اصلا بطريقه سهله قوي، ما بياخدش مننا وقت، من غير ما نشق الزيتونه ولا ننقعها. طبعا حبايبي انا قلت لكم الملح، انا مش هقول لكم مقادير، بس عرفتكم انا حطيت كميه ملح قد ايه. احنا دلوقتي مش عارفين الملح بتاعنا مظبوط ولا لا، فاحنا هنعمل ايه، اختبار كده بسيط تقدري تعمليه، تعرفي ان الملح بتاع التخليل ده مظبوط ولا لا. هنعمل اختبار البيض. هنحط بيضه كده زي ما انتم شايفين، بسم الله. بصوا البيضه هتلاقوها ايه، طفت على وش المحلول بتاعنا. لو البيضه دي فضلت في القعريه تحت ما طلعتش كده فوق المحلول بتاعنا، تبقى لسه عايزين ملح. طالما البيضه طفت كده فوق وش المحلول، كده الملح بتاعنا مظبوط 100%. تمام حبايبي. طب دلوقتي هنبتدي نحط ايه، المحلول بتاعنا ده على البرطمانات الجميله دي. دلوقتي حبايبي هنبتدي بقى ايه، نحط المحلول بتاعنا كده في البرطمانات بتاعتنا، بسم الله. كده حبايبي حطينا المحلول بتاعنا، الملح في البرطمانات. ما بكترش، ما بزودش المحلول لحد الاخر، لازم اسيب مسافة. تمام، علشان هو بيفور، لما بنقفل عليه هو بيفور، فاحنا مش هندي ايه فرصة ان هو يطلع السوائل اللي فيه. زي ما انتم شايفين كده، بصوا لازم اسيب مسافة بين حلق البرطمان والايه والمخلل بتاعنا. المحلول اللي فاض مننا ده مش هنرميه، هنحطه في ازازه، في برطمان، في علبه، في اي حاجه، لان احنا هنستخدمه تاني. دلوقتي حبايبي هنحط بقى معلقتين زيت كده ايه فوق المخلل، علشان ده بيبقى عازل، ما يدخلهوش اي هوا. عندك بقى زيت زيتون حطي براحتك، كل واحد حسب امكانياته، او زيت عباد الشمس، المهم يكون زيت نضيف. دلوقتي حبايبي اي كيس بلاستيك بقى، او اللي هي الغطيان اللي هي بتاعت اي العلب والحاجات دي اهي، هنغطي بس نحاول ايه نتك عليها شويه كده عشان نخرج الهواء بالشكل ده كده. تمام، ما نديش فرصه للهواء يدخل للبرطمان، وهنبتدي نغطي البرطمانات بتاعتنا بالغطيان بتاعتها كده. تمام، خلصنا المخلل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، حاجه كده ايه اخر من الاخر. احلى زيتون مخلل من غير لا تعب ولا مجهود، ولا نقعنا ولا شقينا الزيتونة ولا الكلام من ده. هتاكلي منه ان شاء الله في رمضان بإذن الله. تمام، هوريكم بقى اللي انا خللته معاكم السنة اللي فاتت، هوريكم شكله ايه دلوقتي. ده حبايبي الزيتون بتاع السنة اللي فاتت. بصوا الزيتونة ناشفة ازاي، تحفة. بصوا بتك عليها بالجامد عشان اقدر، بصوا اقدر ان انا اخد منها. بصوا الجمال. الليمون، بصوا الليمونية ماسكة نفسها مش مهرية ولا مشقوقة ولا فيها الكلام ده. الزيتونة بحالها اهي وطالعة
تمام، 10/10. بصوا الفلفل بقى، بصوا قرن الفلفل عامل ازاي، بصوا. اوه، ما شاء الله، حاجة تحفة. جربوه بالطريقة دي، هيعجبكم جدا جدا. حبايبي جربوا بالطريقة دي، هيطلع معاكم حكاية. هتعتمدوا الطريقة دي الطريقة اللي انتوا هتخللوا بيها على طول. وما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.